تفليقة. خطاب في القمة، خطاب كلام ما يقولوا غير واحد كبير. تحيا الجزائر. محمد شوقي بونيف طبعا من ولاية إليزي إلى برج بواريريج وتوفيق عمري. حماسة كبيرة وتوافد أكبر شهدته مختلف مراكز الاقتراع على مستوى ولاية برج بواريريج منذ صبيحة اليوم. شباب كهول ونساء أرادوا التعبير عن حقهم المشروع وقول كلمتهم في اختيار الأفضل، حيث تجري العملية الانتخابية على مستوى 909 مكتب تصويت موزعة على 34 بلدية في أفضل الظروف. ولأن وعي المواطن وإدراكه كبير بأداء الواجب الوطني وبمسؤولية الاقتراع، فإن صناديق الاقتراع لحد الساعة تشهد إقبالا متزايدا للمواطنين. ونتحول الآن إلى الصور الأولى لعملية الفرز التي تشاهدونها من الجزائر العاصمة. وهذه هي الصور طبعا على المباشر إلى مجريات العملية الانتخابية وأجواء المشاركة في ولاية بومرداس ووهيبة أمصار. أراده الشعب أن يكون موعدا للفرحة والبهجة يجمع كل الفئات الاجتماعية باختلاف اختياراتها وانتماءاتها السياسية. هدفهم واحد ووحيد وهو بناء الوطن الحبيب. بومرداس وبمدنها الكبيرة والصغيرة من دلس إلى حمادي عاشت اليوم يوما وكأنه يوم عيد. الكبير فيهم يريد تسليم المشعل للشباب، والشباب مستعد لرفع التحدي بكل مسؤولية. سير عملية الاقتراع في ولاية الطرف في هذه التغطية لحسن مطاطلة. صباحا كان الحضور قويا للرجال، أما مساء فقد لاحظنا تدفقا كبيرا للمرأة بولاية الطرف. توجهنا بأعداد كبيرة لأداء الواجب الانتخابي على أمل الرفع من نسبة المشاركة في هذه الولاية المجاهدة. وماذا بينا يعني نلقوا الشخص اللي يليق بالبلاد ويصلح البلاد، هذا واش معاه نحاوسوا نفهموا نحن، نحاوسوا حتى عايشين مهم واحد صالح. أنا الانتخابات ربي مبابات هنا ما كما نقولوا الراجل الصالح في المكان المناسب. وتحية الجزائر، ديما تحية الجزائر. من ناوي يعدلوا البلاد تحية الجزائر. أتمثلهم إقداما لا محجاما، أتمثله غيورا على وطنه. العملية الانتخابية التي جرت في ظروف متميزة عرفت حضور ملاحظين أجانب وممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في هذه العملية الانتخابية. من الطرف إلى ولاية تندوف وسير العملية مع محمد بخدة. المسجلون في القوائم الانتخابية لولاية تندوف توافدوا على مراكز الاقتراع قبل بدء العملية بفترات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم الذين ينقلون انشغالاتهم. 67,000 وتعداد الهيئة الناخبة تتوزع على 16 مركز و119 مكتب اقتراع، منها 9 متنقلة تضم 11,000 مسجل عبر بلديتي مقر الولاية وأم العسل. 31 قائمة حزبية تشارك في أطوار تشريعيات 10 ماي، تتنافس على 5 مقاعد في مبنى زغود يوسف لتمثيل سكان المنطقة. المرأة بتندوف سجلت حضورها بصورة متميزة، إذ ومنذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع عبرت عن رأيها بكل حرية ومسؤولية. الملاحظ خلال هذا اليوم هو توافد أعضاء اللجنة الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات وتواجد عناصر اللجنة الولائية للمراقبة، وكذا الملاحظين الدوليين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي داخل المكاتب الانتخابية. ونتحول الآن إلى ولاية عنابة وصور التي وصلتنا عن عملية الفرز. تفنى ميم با يسمى النومبر بقى فوتن زعما عندنا ربي مبابات هنا كلشي عندنا موك الوطن وواجب الانتخاب. أقبل مواطنو تسمسيل على صناديق الاقتراع. يروح فين تعيشي غير داينا ميكي. المهمة
على بلادنا. ان شاء الله كاع خيوتنا للجميع ان شاء الله يفوتوا. عندنا ربي. بحضور الملاحظين الدوليين والمراقبين تتواصل العملية الانتخابية بتوافد متزايد للمواطنين والشباب. ولاية وادي سوف سجلت حضورها في تشريعيات 10 ماي. هاجر بن كران. تلبية لنداء الواجب الوطني توجه سكان وادي سوف نهار اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان. معنا في الانتخابات البرلمانية إن شاء الله واجب على كل جزائري وواجب على كل مواطن، وحسينا بعد خطاب رئيس الجمهورية بالله الانتخابات هذه حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية، حسينا بالله راه كانت ديمقراطية حقيقية في الجزائر. الإدارة من جهة سليلو ثغراتي